شوارع المملكة لرثاء الملك الراحل. وعرفت شوارع العاصمة الرباط حركية غير عادية مع إنزال أمني وعسكري غير مسبوق. كان يوما مشحونا بالأسى والحزن، صرخات هنا وهناك، وصدمة بادية على وجوه المغاربة الذين وجه لهم الملك الراحل آخر خطاباته في 9 من يوليوز من العام نفسه بمناسبة عيد الشباب، خطاب ما قبل الرحيل. انتقد فيه منظومة التعليم المعمول بها وتشغيل الشباب، ووعد المغاربة بالتطرق للموضوع إشكالا وحلا ضمن خطاب 20 من غشت، وهو التاريخ الذي سبقه الأجل. ولا أحسن